السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يجعلوا نار هادي ونادي عليكم يا رب، ويجعلكم دايما من الصالحين. اللهم آمين يا رب. ايه عسلية قلتلك ايه النهاردة؟ بدأهن بالبامية؟ لا ده بامية ومحشي مشكل وكروم وورق عنب ولوز اللوز يا حلوة. يومنا النهارده يرى فيديو واوردر خفيف ولطيف وظريف علينا وعليكم يا رب، وقرفته زي العسل زي صاحبته بالظبط. اي والله العظيم. وايه كمان معاك؟ ومعايا ورق عنب. يا دلع يا دلع يا دلع. هو ده اللي بيقولوا عنه يا ولاد، بالزحلق كده وبالزلفط زلفطه. كان عسل، اقسم بالله كان زبده كده. عملت ايه النهارده في اوردرك يا عسليه؟ عاملين محشي ورق عنب، وعاملين محشي كرنب، وعامله محشي كوسه، وعامله بقول لكم احنا كده هنحرق الفيديو يا اخواني. لازم نسمي الله وندخل سوا مع بعضينا نشوف عملنا ايه النهارده. يو اندرستان؟ يلا يا شيكاليتو ندخل على الفيديو ونشوف عسلية عملت لكم اوردر ايه النهارده. نسمي الله ونبدأ ايه؟ بسلق الكرنب. يلا يا شيكاليتو ندخل على مطبخنا. اول ما نسمي الله نقول يا هادي عليك اعتمادي يا رب. دايما احنا جايبين جوز كرنبات. جوز كرنبات، جوز كرنبات. هي عايزه كرنبه تتعمل محشي، وعايزه كرنبه تتفرز. انا جيت احاول اجيب كرنبه كبيره عشان مثلا اعمل منها حله والباقي افرزه. كل الكرنب اللي في السوق كده نفس المقاس صغير. وغير كده كمان يا ولاد ده القيامه هتقوم. ده الكرنبه قد كده وصغيره ب20 جنيه. اقول له يا عم يهديك يرضيك ب20 جنيه. يا عم يعني الواحده تبقى حتى ب15، والله ما رضا. قال لي والله ما يحصل ابدا. وعايزين، وجبت كمان، رحت جبنا بقى جوز كرنبات وجبنا برطمان ورق عنب. البرطمان ده بيعمل الطاجن اللي جنبكم دي، ورق عنب. وطالبه كوسه، جبت 2 كيلو كوسه. جبت 2 كيلو كوسه اهو ما شاء الله. قمت على الورق كرنب سلقته، كل كرنب على صينيه عشان كرنب اسلقها وكرنب افرزها. وجهزت حاجتي وغسلت الكوسه ونضفتها اهي. وجيت بقى قعدت اور فيها. اللي بيطلع من قلبها هحطه في الصينيه. ليه يا عسلية؟ عشان افرشه تحتها وانا بطبخ. بس بغسله الاول، ورغم ان انا غاسله الكوسه الاول قبل ما اقشرها واعمل فيها اي حاجه، مسكتها تحت الحنفيه غسلتها ونضفتها عشان لا يكون فيها رمل. وانا بمسكها طبعا بايدي وبقور في ده، ينزل رمليه ينزل كان لا. خليكي دايما حريصه، امسكي الكوسه الاول اغسلها ونضفيها قبل ما تقوريها. طبعا احنا اول ما بنبدا اي حاجه دايما بنولع على اللحوم. معايا بقى لحمه، هولع عليها الاول. جزرية، طماطمية، فلفلاية، حتة الدهنة حطيتها، قلت تفك شوية مش من اللحمة عشان انزل على طول بقى. ايوه، سمي الله وانزلي على طول بلحمتك. دايما انا احب اشوحها الاول. احب اشوحها ايه الاول؟ عشان خاطر ان تاخدي منها شوية شوربة لوز اللوز كده. ماشي ماشي يا شيكاريتا ماشي. طبعا هنحط شوية فلفل اسمر، شوية اللهم صل على النبي، حبهان مطحون، ورق لورا، شوية بهارات لحمة. بس فقط لا غير. لو عندك كباب صيني حطي. نقطعها بقى ونسيبها تتشوح حلو. ودي الصلصة بتاعتي اهي. طبعا معروفة بتتعمل ازاي. بجيب بصلة افرمها واصفرها واروح نازلة بالطماطم. خلاص كده اللحمة بتاعتي اتشوحت اهي. انزل بقى بالمية واسيبها على نار هادية تستوي. وتعالوا بقى نقعد نعمل ايه؟ نشوف المحشي بقى بتاعنا. انا خرطت له بصلتين حلوين كبار ولاد ناس، على فلفل بقى كده واللازم منه. واحط بقى شويه توم كده في الصلصه. واحط البهارات بتاعتي بقى. عندك بهارات محشي حطي، فلفل اسمر، كمون، كزبره، عشان تخلي حياتك منوره. والبصل والفلفل فرمته في الكبه اهو. لازما بحط في المحشي بتاعي، لازما ضروري احط البصله اللي هي المرته النيه دي. تروحي منعماها كويس وتروحي حطها على الصلصه والرز كده. معايا بقى شبت وكزبره، وخلي حياتك منور. احطها برضو في الكبه افرمها كده فرما حلوا، فرما مجرحا يعني. وهي ولا بتعصرها ولا حاجه، بتخليها عسل بصي. ايوه كده. خلصنا كل حاجتنا. يلا بقى قلبنا كل حاجه على بعضها. لاحظ ان انا لسه ما قطعتش ورق.
انا هقلب الخلطه بتاعتي كلها، واروح جايه عامله ايه يا قلبي، حاطه رزي وعامله كل حاجه. دي بهارات محشي اهي، جايباها عسل، خلي المحشي لوز اللوز كده. ماشي، شويه بابريكا لو الطماطم مش حمرا حطي، شويه اللهم صل على النبي والملح حطي. كده تمام، كده تمام. الحمد لله. اني الورق بتاع القلب اللي طلع من الكوزه، انا طبعا غسلته برضو تاني، غسلته مره واتنين وتلاته، ورحت جايه عليه ايه، حطاه في ارضيه الصينيه اللي انا هحشي فيها الكوسه. انا هعملها في قلب الصينيه. كده تمام، كده تمام. قلبي بقى الرز بتاعك حلو قوي كده، لغايه ما الطماطم والشبت والبصل كله يدخل في بعضه. قطعي بقى الورقه اهو، كل قلبت الخلطه كلها ودلقتها في طبق اهو، عشان هلف في الحله احط فيه. ابو حسام جاب لنا، سامي مننا جاب لنا حته جبنه سندوتش، قلنا نغير ريقنا كده بكوبايه شاي. اه، حته بدنجانه هي نت متحمره، حته جبنه، كوبايه شاي. يا دوبك كل واحد كل له بق، والحمد لله. نبدا نكمل ورانا ايه. انا طبعا هتبل الخلطه دي، حاطط لها شويه بابريكا على شويه فلفل اسمر على شويه ملح، وقلبتها وافرشها تحت الكوسه. اه، تدي طعم برضه. امال ايه. اه، وحدقتها ووضبتها. نسمي الله ونحشي الكوسه بتاعتنا ونخلص منها الاول، يلا. خلي بالك هي ما بتاخدش رز. اشربي. اه، بقول لكم اتفضلوا معايا شويه شاي. اهو، امسكها احطها في الصينيه داير داير عشان نسويها في قلبها. كده تمام، كده تمام قوي. اهو، واقوم عليها كلها. بص، خلصتها وجبت قرنان فلفل كمان اهو، حطيتهم وياه. يلا يا شيكاريتا، كده تمام. والله هي كانت طالبه مني كيلو، جبت تاني كيلوين اهو يا دوبك. مصر ما بتصفاش، قلت الكيلو مش هيجي يطلع 4 صوابع، رحت جايبه لها 2 كيلو. الله، وبقت مبسوطه بيهم. حلو، شوفي. خد يا ابو حسام، حط ده على البوتاجاز. خلصنا دي، تعالوا بقى نبدا ونسمي الله في الكرنب. انا هخلص حاجه حاجه كده. وخلصت الكوسه، ابدا في ورق العنب، ابدا في اللهم صل على النبي، ابدا بعده في ورق العنب بعد الكرنب. اشوف الصباع قد ايه. صباعك حلق يا عسلي، قد صباعي الصغنن كده اهو. خدي بالك الكرومبه لما بتكون حلوه بتساعدك قوي في تقطيع الورق، بتساعدك في اللف. اهم حاجه ما تمليش الصباع رز قوي، ولا تخليه عليه رز من بره. ماشي اهو. وبسويه وبقلفطه وبشلفطه، واروح حاطه في الحل. اسيبكم بقى نواصل بعد الفصل عشان ما اطولش عليكم. الله الله الله، ده خلصت المحشي وبدأت على ورق العنب. قطعت خلطه بقى من اللي قلبك يحبه، بصل على طماطم على فلفل على جزر، ودعكتها بالفلفل الاسمر والبهارات والملح، ورحت رشاه اهو. شوف الكرنب بتاعي. ومسكت بقى ورق العنب اللي كان في البرطمان ده، غسلته وشطفته حلو عشان الماده الحافظه اللي بتبقى فيه، ركزي. وهسمي الله بقى واقعد الف. كل ما اخلص حاجه اقول لابو حسام طلعها على البوتاجاز، ياخدها يرفعها. اهو، فضلي مكان، ربنا يصلح حاله. تعالوا بقى نلف ورق العنب كده واحده واحده، عشان يبقى سرح وحلو كده قد صباعك الصغنن. ماشي يو اندرستاند، ركزي معايا يا شيكاريتا. اهو، واحده يالي الاخرى لغايه ما نخلص الطاجن كله. يا دوبك سبحان الله، البرطمان بيعمل لي الطاجن بتاعي ده اهو. كده خلصنا. تعالوا بقى نسمي الله. جبت كبشتين صلصه ومليت عليهم شوربه، واحط اسقي الكوسه واسقي المحشي بالشوربه بقى، ودلعتهم تدليع عسل. عارفين العسل يا ولاد؟ هو ده اهو. ورج الحله كده عشان الشوربه تدخل جواها لما تنزل لارضيتها. ايوه، الكوسه اهي. هغطيها بورقه سلوفان المونيا، وادخلها في قلب الفرن. اسيبها تغلى على البوتاجاز غلوه، واروح مدخلاه 4 حباية ملح هنا و4 هنا، نظبط حدقنا. ويلا يا شيكاليتا، نجيب ورقه بقى نغطيها. ايوه كده تمام قوي. يلا بقى ايه، تغلى فوق وازقها في الفرن. وتاجن ورق العنب انا برضو هحشها هسقيه وازقه في الفرن. وصينيه بص، انا هستغل حطيت معلقه سمنه بلدي على الوش اهو، وحطيت على المحشي الكرنب برضه معلقه سمنه، وحطيت على الكوسه معلقه سمنه. ما هو الشيء لزوم الشيء. ماشي ماشي. تعالوا بقى نسمي الله
عشان نبدأ نعمل ايه الفرخة بتاعتنا. عايزين نعمل الفرخة واللحمة، ما انا عندنا لحمة طبخنا، عايزينها صينية بطاطس في الفرن. صدقوا يا ولاد، كل اللي يطلب مني لحمة عايزة صينية. بس ما شاء الله ببقى اعملها بطريقة حلوة قوي، بتبقى طعمة. انشل لحمتي بقى كده سمي الله، وقطعت بطاطس في الصينية، واحط بقى فوقها اللحمة كده. ايوه انشلي. لا ده عضمايه هتحطها لايه، سيبها في الشرب. عضمايه. ماشي ماشي. كده خرطت طماطم على بصل، هحطها في الصينية. هتعملي بها ايه دي يا عسلية؟ هعملها للفراخ. برضه صينية الفراخ سبحان الله، دايما اللي يطلب فراخ منا عايزها كده، بتبقى طعمة قوي. جربوها والله، جربوها بتبقى طعمة. يعني تغيير، مش شرط فراخ بشوربة على طول. اهو احط بقى البهارات بتاعتي. حبة بهارات فراخ، حبة اللهم صل على النبي حبهان بودر على ورق لورا، حبة اللهم صل على النبي فلفل اسمر. حط التوابل اللي تحطيه، وبنحط شوية صويا صوص عشان دايما بتخليها تحفة كده. اهو. ايوه كده حوالي معلقة. ودعاك البصل بقى مقطعة فيه جزر مكعبات اهو. وايه، وتبيلي فراخك بعد ما غسلتها وحشتفتها ونضفتها. كانت فرخة كبير. قطعت الصدر اتنين والورك اتنين، ما شاء الله بألف صحة يا رب. قطعتها ونقعتها طبعا من بدري في المحلول بتاعنا اللي معروف، ليمون وسكر وملح. ونقعتها وسبتها في الماء، نزلت كل اللي فيها. تعالوا بقى، حطيت الصلصة على اللحمة، وقطعت بصلتين كبار حلوين، وقرنين فلفل وقطعتهم طرنشات، وحط عليهم بهارات. ورحت حطاهم على اللحم اهي. حط ميتك وسيبها تغلي. معايا حبيتين طماطم ضرباهم في الخلاط، دايما بحطهم على وش الفراخ كده، منها تحمر وتديها لون كده تحفة. ماشي ماشي. يلا كل ده يغلي وندخل فرن البوتاجاز. يلا يا شيكاليتا. طبعا في فرن البوتاجاز جوه احنا حاطين ورق العنب، وحاطين صينيه الكوسه، وحطيت صينيه اللحمه وصينيه الفراخ تحت اهو. دايما طاجن ورق العنب تخلوه تحت على الصاجه اللي تحت نص ساعه، وترفعيه على الشبكه بقى بعد كده يتلدن براحته فوق، حوالي برضو نص ساعه او ساعه. طبعا أنا قمت على الكرومبه اللي لسه قطعتها وفرستها لها اهو. يعني حشيت واحدة ولسه التانية. هي قالت لي عايزة واحدة تتفرز، اهي فرزتها لها. بألف صحة، في أي وقت هي عايزة تفرزه تحشيه تحشيه. هقوم على الورق الصغير اللي هيفضل ده، هقطعه لها واحطه لها برضه في كيس العنق دي، تبقى تفرشهم في أرضية الحل. يعني مفيش حاجة مننا بتتهدر ولا أي حاجة. أهو بألف صحة. الطبقان دول يعملوا حلة زي اللي أنا عاملاها دي. يلا يا شيكاليتا ونواصل بعد الفاصل. الله 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 الله، ده طاجن ورق العنب طلع من الفرن. الله عليك يا سيدي، والمحشي اتلدن، والكل حاجة اتلدنت، والكوسة حمرتها واديتها وش. تعالوا بقى، جالنا حبة بامية حلوين محترمين عشان يتعملوا برضه. أنا بعد ما قرنتها وغسلتها ونضفتها، حطيتها بقى تتسلق على النار. وبعد ما غلت لها قيمة 5 دقايق اتسلقت اهي، وطلعت أي حاجة فيها. أخدها وأروح تحت مية جارية أغسلها وأنضفها. وغسلتها فعلا ونضفتها وجبتها وجيت. معايا بصلتين حلوين محترمين اهم، ضربتهم في الكب على قرنين فلفل. ورحت حاطه البصله عليها بقى، احط عليها البهارات بتاعتها، واسيبها في عرقها بقى ايه، تاخد وتدي. شويه فلفل اسمر، شويه بهارات لحمه، شويه كمون، شويه كزبره، خلي حياتك منوره، وشويه الملح. وروحي بقى دايما اي حاجه عندك فيها تسبيكه، حط لها معلقه سكر عشان الحموضه واللازم منه. ما انت عارفه ما عدناش سلام. انا اكلي اهو يا ولاد، طاجن ورق العنب وحله المحشي، والكرنب اللي السلق، والكوسه واللحمه والفراخ. وما شاء الله الله اكبر بألف صحه. دي كان اوردرنا النهارده يا اخواني. اه والله العظيم. يعني حاجه كده فاخر من الاخر. يلا بقى على طول باميتنا اهي، اللي خلاص استوت، احط عليها الصلصه بقى، واحط لها معلقه توم، واسيبها تعيش بقى عندك شويه شوربه تلاقيها عليهم، وسيباها تعيش مع نفسها على نار هاديه. تاكلي احلى حله باميه. الله 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 الله. تسلم ايديكي والله يا عسليه، بالف صحه على اللي هياكل، وبالف صحه عليها يا شيف. دي كان اوردرنا النهارده يا شيكاليتا. بقول لك ايه، يلا بقى عشان نعبي الاوردر بتاعنا. ما تنسوناش دايما في لايك وشير، عشان يوصلك كل ما هو جديد يا شيكاليتا. انا طبعا عبيت المحاشي كلها، كل واحده فيها محشي. مثلا كرنب، ورق عنب، الكوسه كلها، وكتبت عليها مثلا دي كوسه، دي ورق عنب، دي كرومب، عشان تبقى كل حاجة معروفة. ماشي.
يلا يا شيكاليتا، ما تنسيش دعوة حلوة من قلبِك لعل الله يستجيب لكم. اوعي تنسي لكل مريض ربنا يشفيه، وكل متوفي ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة إن ربنا يكرمه ويرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.